السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم متابعيني الكرام. في هذا الفيديو سنتعرف على أخبار الأهلي السعودي، ولكن قبل ذلك ادعمونا بإعجاب للفيديو والاشتراك في القناة. أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرار بتأجيل موعد مباراة الأهلي والفيصلي التي كان من المقرر إقامتها يوم السبت الموافق 18 مارس 2023 على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة ضمن منافسات الجولة 26 بدوري يلو. وقررت اللجنة تأجيل المباراة لموعد آخر سيتم تحديده. غاب محترف النادي الأهلي السعودي الجزائري رياض بودبوز عن تدريبات فريقه بسبب الإصابة، وتعرض لشد خفيف في العضلة خلال مواجهة الأهلي الماضية أمام الرياض التي خسرها فريق الأهلي بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة 25 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي. وفضل الجهاز الطبي للنادي الأهلي السعودي إراحة رياض بودبوز من التدريبات للإطمئنان على حالته بعد معاناته من الشد العضلي. يخضع محترف النادي الأهلي السعودي المهاجم البرازيلي ماركوس إمرال لبرنامج خاص خلال الفترة الحالية. ووضع الجهاز الفني للنادي الأهلي السعودي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني برنامجا خاصا لتجهيز ماركوس إمرال للمباريات المقبلة. وغاب ماركوس إمرال عن مباراة الأهلي الماضية التي خسرها أمام الرياض بهدفين دون رد، وذلك لعدم الجاهزية الفنية والبدنية.